لكم السؤال ده. يعني يعني الاداء اللي انا شفته والنتيجه، نادي الزمالك لو لاعب الاهلي بكره، الكاس اتحدد بكره، هل ده بالنسبه لنادي الزمالك هيبقى عامل ازاي بعد الاداء والنتيجه دي؟ بص احنا، يكسب؟ لا احنا ايام اسوريو كنا مثلا هتلاعب النادي الاهلي هتقول هتشيل 5-6. صح. لان انت ما تعرفش الراجل في دماغه ايه. بيجيب الباكرات يحطوا باك ليفت، والباك ليفت بيلعبوا راس حربه، والجون بيلعبوا مساك. فكان عامل لنا تربانه في دماغنا، عامل لنا قلبان احنا ما نعرفش الراجل اصلا بيفكر ازاي. انما الى حد ما دلوقتي لو انت بتلعب الاهلي في الظروف دي والزمالك في الظروف دي ما تعرفش مين يكسب. في الظروف اللي النادي الاهلي فيها دلوقتي، ظروف النادي الاهلي في التوقيت الحالي، دلوقتي قصدك في الاداء يا واخد بالك. اه وظروف نادي الزمالك واحد بيفقد الثقه واحده واحده، والتاني الثقه بترجع له واحده واحده، فلما يجي يلعبوا الاثنين ما تعرفش مين يكسب. صح. في الظروف دي في التوقيت اللي احنا فيه. انما لو من اول الموسم زي ما كنا بنقول كده على اسوريو 4-5. ليه؟ لان طبعا ما فيش مجلس اداره، مشتتين، لعيبه ما بتاخدش فلوس، في كل الكلام ده. فانت دلوقتي رجعت بدات ان انت في مجلس اداره، في استقرار، في مدير فني الى حد ما فاهم امكانيات واسلوب نادي الزمالك وعقليه جماهير نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. فزي ما بقول لك كده هو بيلعب اللي هو الواقعي، اللي كل حد هي محتاجه بس ايه شويه رتوش، بس مع الوقت انا عارف ان هو معتمد يتلاشى. هرجع لحضرتك في الجزء الفني. كابتن صلاح بس جاوبني على الحته دي. الاهلي لو لاعب الزمالك بكره في نهائي الكاس لو اتحدد، يعني رغم انا هقول لك كلام مكرر، ما تعرفش مين اللي هيكسب ومين احسن واحد خلص. فاكر ماليش مقاييس، لا ما هو لكن خلاص المستوى النادي الاهلي بقى له فتره في النازل. الزمالك حتى لو المكسب مع الاداء مش الاثنين مع بعض، لكن في مكسب وفي اداء بعض يعني نسبه مثلا 70%. لكن اقدر اقول لك ان انا دلوقتي لعيبه الزمالك هيبقى عندهم الرغبه ان هو يكسب الاهلي دلوقتي عشان الفوز اللي حصل الفتره لا اللي مش فاتت؟ الفوز، كل ولا حاجه ادائهم وثقتهم في نفسهم. ما هو اصل الفوز حتى لو انا بلعب فريق صغير وبكسب بالاربعه اكيد بيرفع من الروح المعنويه. تمام. بالتالي حتى زي ما بيقول كابتن رضا هقابل فريق كبير زي الاهلي، روح المعنويه مرتفعه. ما هو العامل النفسي هو اللي يفرق في الماتش زي ده. حلو، يبقى الزمالك اتعادل من الناحيه النفسيه. وبالتالي انا عندي دلوقتي جوايا ثقه ان انا على الاقل ما اخسرش، غير في الاول زي ما رضا قال. يعني انت الفرقه معوجه وهتروح تلعب النادي الاهلي، خلاص انت هتفكر فيه قبل ما تلعب. نمره واحد، المركز اللي انا بلعب فيه جديد هادي فيه ازاي؟ لكن لو المركز بتاع الاصلي، لا احنا ادي فيه اللي انا عارفه، وبعدين هلعب ضد فلان. يعني مثلا الباك رايت يبقى لونج ليفت، مين هو فلان؟ صحيح. هبتدي اذاكره المستوى الفني يعمل ازاي خلاص. لكن هي من الناحيه النفسيه زي ما رضا، حد طالع حد نازل. ومع ذلك في الملعب مين اللي يكسب؟ اللي عنده ثقه في نفسه ان هو ما يخسرش، سواء اهلي او زمالك. لكن حاليا دلوقتي انا اعتقد النتائج بتاعت النهارده 12 من 12 صح؟ الزمالك 4 ماتشات مكسب. الزمالك خلاص. النادي الاهلي عكس، تعادل ماتشين، كسب ماتش، في فرق. لكن الفرق مش في اللعيبه، الفرق مثلا في النفسيه بتاعت اللعيبه بالنسبه لاثنين مدربين. واحد عرف يتعامل مع ناس كانت انا بقول مكبوته، يعني مش قادره تتكلم، مش قادره تقول هتشتكي لمين. لا زي ما رضا، لا في مجلس اداره ولا في حد يقدر يعدل لي او يتكلم مع الراجل. والراجل كان عندي ويجي يقول لك هو كده انا هغير كتير. ماشي، ما انت ما عندكش هتغير كتير. انت بتقلب وبتحول الفرقه في سبيل اللي انت حتى ما عندكش الرغبه ان انت تكسب وتفرح وتفرحنا. دي مشكله. لا وغير كده يا كابتن بعد اذن حضرتك ان هو عمال يغير في لعيبه ده بيلعبوا في اماكنهم بالعافيه. بالك لما يغيروا والله يعني انت مثلا ما تطالبش حد حد يجيبوا شمال مثلا. واخد بالك. فانت يعني هو مثلا هو عارف ان دي عدلته اللي هو الحته اللي بيلعب فيها، انت بتلخبطه. اذا كان هو في عدلته ما بيعرفش، ما بالك بقى لما انت بتغير له مكانه. انت ما مش ماسك مثلا برشلونه او ريال مدريد عشان اللعيب يبقى فكره واللعيب اللي عندك يقدر ايوه بس انت كده قصدك يا كابتن ان الراجل سابق تفكيره امكانيات لعيبته. لا ينزل. لا اعرف ينزل. هو معتمد عمل ايه؟ حط كل واحد في مكانه، وحافظ نفسيه اللاعب ده او امكانياته ايه، فبيشتغل عليها. لا وحاطط كل واحد في مكانه يا كابتن. هو انا مثلا اجيب المسلوس هلاعب راس حربه؟
اجيب مثلا سامسون العبه باك ليفت ولا باك رايت؟ ما الراجل عنده النزعه الهجوميه بس كان بيعرف في يأدي. مدربين يا كابتن مثلا يروحوا ملاعبين وائل جمعه كابتن، كان جوزيه ايوه عشان ما كانش فيرود. عندك، عشان لا لا ساعتها لا، في بتتغلب التوقيت او ده تتعادل في ويطلع. اختلاف- لا لا، خط. اثناء المباراه يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل جدا إن احنا نكون واقعيين في كلامنا لما نتكلم الزمالك لو قابل الأهلي دلوقتي مين يكسب. كلام محمد صلاح كان منطقي، النفسية بتفرق مع اللعيبة، مفيش شك في ده. ولكن في فوارق فنية كبيرة بين الأهلي والزمالك، محدش يقدر ينكر ده، على مستوى جودة اللعيبة ومستوى الاستقرار الفني للعيبة. ولكن احنا عارفين إن الأهلي حاليا فعلا نفسية اللعيبة في النازل بحكم النتائج السيئة اللي بيحققها الفريق حاليا. ولكن نتائج الزمالك نتائج خادعة، لأن ما شفناش الفريق قدام فريق قوي بيلعبه لغاية دلوقتي. في الحالة ديت هنقدر نحكم على الزمالك هو فعلا بقى على المسار الصحيح وفنيا بقى عالي، ولا هي الدفعة المعنوية جات له من الفوز على فرق ضعيفة. الفرق الضعيفة ما هيش مقياس لحاجة يا رضا عبد العال ويا كابتن محمد صلاح. الزمالك لما يقابل فرق قوية زي ما قابل بيراميدز وأشدنا بيه، وقدر يتعادل مع بيراميدز وقدر يعمل مباراة كويسة وقلنا كويس. لكن معظم الفرق اللي بيقابلها نادي الزمالك لغاية دلوقتي فرقة ضعيفة، في فوارق في المستوى بينها وبين نادي الزمالك، مع وجود دفعة معنوية للاعيبة نادي الزمالك حاليا، تغيير مجلس الإدارة وبعض الاستقرار الإداري اللي حصل في نادي الزمالك ودي حاجة كويسة، مع معتمد جمال ومعرفته باللعيبة وقادر يتعامل معاهم نفسيا كويس، فده فرق كتير في أداء لعيبة نادي الزمالك. فلغاية كده نقول تمام. دائما بيقولوا إن مباراة الزمالك والأهلي ليها وضع تاني وليها شأن تاني، وده صحيح في معظم الأحيان. ولكن المؤكد لما بيكون الأهلي فايق بيركب وبيدوس جامد على نادي الزمالك، وكلنا شفنا نتائج كبيرة بيحققها النادي الأهلي على نادي الزمالك، وصعب جدا إن نادي الزمالك يحقق نتيجة كبيرة على النادي الأهلي. مباراة الكاس هتبقى مباراة صعبة وصعبة جدا على الفريقين لو أقيمت في الظروف الحالية. هيبقى في منافسة جامدة ومنافسة جميلة، وإحنا بنحب الكورة اللي بالشكل ده لما يكون في تنافس وتكافؤ بين الفرقتين بيقدموا مباراة كويسة وقوية. أهم حاجة لما تلعب بثقة الفوز ومتلعبش وأنت خايف، هتفرق كتير مع الفريق اللي بيلعب فعلا بدون خوف. الخوف فعلا بيقتل جودة اللعيبة ويضيع منهم حاجات كتير. فنتمنى إن شاء الله في نهاية الكاس في شهر مارس لسه بدري عليه يكون الأهلي عدل وضعه، عمل صفقات كويسة، استعاد الثقة بنفسه، وساعتها هيكون في فوارق كبيرة بين الأهلي والزمالك صعب الزمالك يتخطاها. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.